إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان تجريبي أزهر فيزياء 2024-2025. امتحان جميل ومستواه كويس، ولو ركزنا إن شاء الله ممكن الأسئلة منه يعني تبقى شبهها في الامتحان. لأن يتكرر الموضوع ده كتير جدا، لأن في أسئلة في الامتحان التجريبي ممكن تيجي زيها أو بالنص كمان، فلازم ناخد بالنا. السؤال الأول بيقول ظلل الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات المعطاة. عقب كل عبارة موصل مقاومته R، يبقى ده هنعتبرها R1. أعيد تشكيله، ودي مهمة جدا جدا، أول ما يقول لي أعيد تشكيله زي برضو ما يقول لي صهيب سلك أو سونيا سلك، حتى أصبح قطره تلت قطر الأول، يعني R2 بتساوي تلت R1. القطر معناه إن أنا ممكن أعمل القطر كأنه نصف قطر عادي، يبقى قطر الأول قطره تلت قطر الأول معناها R2 بتساوي تلت R1. عايز مقاومته، طبعا هنا ممكن للتسهيل اقسم R2 على R1 بتساوي تلت. في حالة سحب او تشكيل في قانون كده مشهور بيقول ان R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع، او بتساوي R2 أس 4 على R1 أس 4. طبعا الار جاي من المساحة، لو مديني مساحة ممكن اقول A2 تربيع على A1 تربيع، والايه لما تتفك هتدينا باي ار تربيع، الكل تربيع يبقى ار اس 4. طبعا هركز على الجزء ده وعلى الجزء ده. ار واحد كان من هنا بقى ار واحد بار، ار 2 احنا عايزينها ار 2 على ار واحد بتلت، بس ده الكل اس 4، يبقى 1 اس 4 بواحد، 3 اس 4 بواحد و80. واحنا عايزين ار 2 قد ايه من ار واحد، نعمل مقص يبقى ار 2 في 1 بار 2، 81 في ار ب 81 ار، يبقى الإجابة الصح هي رقم د. السؤال الثاني بيقول لي الويبر هو وحدة قياس الفيض ويكافئ. الويبر وحدة قياس الفيض ويكافئ، يكافئ كام بقى الويبر؟ طبعا الفيض رمزه فاي ام بيساوي بي في اي، يبقى الويبر بيكافئ تسلا في متر تربيع. طب هل في الإجابات تسلا في متر تربيع؟ لا. البي نفسها، بي نفسها ديت بتتفك إلى اف على اي على ال، اف على اي ال، من قانون ان الاف القوة بتساوي بال. طب ما انا ممكن اشيل البي اللي هي التسلا دي واحط بدلها نيوتن على الاي اللي هي امبير في متر، ده كله مضروب في متر تربيع. فطبعا التربيع هيروح مع المتر، يبقى الوحده نيوتن في متر على امبير، يبقى الاجابه الصح هي رقم ب. السؤال اللي بعده يقل عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي موضوع موازي. ادي الملف اهو، موضوع موازي لخطوط الفيض. تمام. طبعا لو الملف موازي لخطوط الفيض يبقى عزم الازدواج قيمه عظمى، لان احنا بناخد الزاويه بين العمودي على الملف والمجال. الزاويه بين الملف والمجال صفر، لكن احنا في عزم الازدواج بناخد العكس، الزاويه بين العمودي على الملف والمجال 90. هو بيقول لي بقى ان يقل عزم الازدواج الى النصف عندما تكون زاويه ميل الملف على خطوط الفيض. طبعا عزم الازدواج القيمه العظمى بتاعته بتساوي بيان. طيب نصف القيمه العظمى يعني بيساوي نص بيان. ايه الزاويه اللي الساين بتاعتها نص 30؟ بس ركز، الزاويه اللي هي في القانون دي الزاويه اللي المفروض بين العمودي على الملف والمجال. يعني ايه الزاويه بين العمودي على الملف والمجال؟ يعني لو انا مثلا ده الملف اهو وعملت خط كده عمودي عليه، ده اسمه العمودي على الملف. الزاويه بين العمودي على الملف والمجال المفروض 30، لكن هو عايز في المساله زاويه ميل الملف على خطوط الفيض اللي هي دي كلها 90، يبقى هتبقى المتممه 60. يبقى لو عايز زاويه بين العمودي على الملف وخطوط الفيض تبقى 30. الزاويه بين عزم ثنائي القطب، ما هو العمودي على الملف ده اسمه عزم ثنائي القطب اللي هو رمزه ام دي، وخطوط الفيض برضه 30، لكن لو عايز الزاويه بين الملف والمجال تبقى 60. يبقى هو هيغفلونا لو انا جبت الزاويه 30، ما هو ساين 30 بنص، مع هو بشوف بقى هو عايز ايه. لو عايز زاويه بين العمودي على الملف والمجال يبقى 30، لو عايز زاويه ميل الملف على المجال يبقى المتممه تبقى 60، يبقى الاجابه الصح 60.
السؤال اللي بعده، محول مثالي خافض للجهد، النسبة بين عدد لفاته. طبعا طالما قال خافض يبقى عدد لفات الابتدائي أكبر من عدد لفات الثانوي، يبقى الخمسة دي قصاد ال ان بي والاثنين قصاد ال ان اس، يبقى ان اس على ان بي 2 ال 5. يتصل بمصدر تيار متردد قوته الدافعة، يبقى دي في بي. المصدر دائما فرق جهد الابتدائي، عايز فرق جهد الثانوي. طالما المحول مثالي النسبة بين ال V وال N علاقة طردية، يعني لو كتبنا VS على VB هتساوي NS على NB. VS احنا عايزينها، ال VB مديهالي 240، NS على NB ب 2 على 5. اعمل مقص، اقدر اجيب VS تطلع 2 في 240 على 5، تطلع الإجابة 96 فولت. يبقى الإجابة عندنا 96 فولت. اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل عايزين فرق الجهد بين طرفي الجلفانومتر. طبعا لازم تعرف ان الجلفانومتر مع المقاومه 5 ده هي التوازي، ففرق الجهد بين أ وب ثابت، يعني فرق الجهد على الخمسة هو فرق الجهد على الجلفانو اللي هي 5 برضه، فرق الجهد بتاعهم الاثنين مع بعض. فانا اول حاجه اي مساله يكون عايز فيها فرق الجهد لازم تجيب التيار الكلي. طب التيار الكلي بنجيبه من قانون الدائره المغلقه اللي هو في بي على ار داش زائد ار سمول. طبعا المقاومتين دول توازي، يبقى 5 على 2 فيها 2 ونص. الاتنين ونص دي مع الاتنين ونص دي توالي، يعني الار داش هتبقى بخمسة، الار داش هتبقى 2 ونص زائد 2 ونص، يطلع الناتج بخمسة اوم. بعد كده اعوض بقى واجيب الاي هتساوي في بي اللي هي 1 ونص على ار داش اللي هي 2 ونص زائد 2 ونص اللي احنا قلنا 5 زائد ار سمول اللي هي 1. يبقى يطلع الفي بي 1 ونص على 6 اللي هي 1/4 أمبير. احنا عايزين فرق جهد الجلفانومتر. فرق جهد الجلفانومتر اسهل طريقه ان انا اضرب الاي في الار توازي. طب الاي بكام؟ بربع. الار توازي اللي هي الحته دي بس اللي هي بين الف وب، اللي هي ربع في 2 ونص، تطلع الاجابه 625 من 1000 امبير. يبقى الاجابه دي. طبعا في طريقه تانيه ان انا بعد ما اجيب التيار الكلي، طبعا التيار الكلي هيتجزأ، يخش هنا ربع، الربع ده نقسمه على الاثنين، يعني هيبقى تمن هنا وهنا تمن. ممكن اضرب تمن في 2 ونص وهنا برضه تمن في 2 ونص، هيدينا نفس الاجابه. يبقى الاجابه الصح 625 من 1000 امبير من 1000 فولت. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت داله الشغل لمعدن ما هي الرقم ده؟ داله الشغل طبعا ده في الظاهره الكهروضوئيه بنرمزها بالرمز اي دبليو، ودي اقل طاقه محتاجها الالكترون لكي يتحرر من سطح المعدن. شرط تحرر الالكترون من سطح المعدن ان تكون طاقه الفوتون الساقط اكبر من دالة الشغل أو تساويها، أو التردد يكون أكبر من أو يساوي التردد الحركي، أو الطول الموجي أقل من أو يساوي الطول الموجي الحركي. الطول الموجي بنعكس. طيب هو السؤال بيقول لي إيه بقى؟ إذا كانت دالة الشغل المعدن بتساوي الرقم ده، فإذا سقط فوتون طول الموجي 5000 أنجستروم، هل تنبعث إلكترونات ولا لا تنبعث إلكترونات؟ ولو تنبعث ليه؟ ولا لا تنبعث لا تنبعث ليه؟ أول حاجة لازم أجيب من دالة الشغل الطول الموجي الحركي. دالة الشغل المفروض القانون بتاعها بيساوي اتش في نيو سي، ولو مش عايز اشيل النيو سي ممكن احط بدلها سي على لامدا سي. معوض بقى الاي، الرقم اللي هو مديهولي 3 9 6 8 في 10 اس سالب 19 هتساوي الاتش رقم ثابت اللي هي 6 625 في 10 اس سالب 34 في السي 3 في 10 اس 8، كل ده مقسوم على لامدا سي. اجيب اللامدا سي هتطلع رقم معايا بالمتر.
هحوله للانجستروم لان الطول الموجي الثاني جايبه بالانجستروم، هضرب في 10 اس 10، هيطلع في النهايه 5008 بالتقريب و8 من 10 انجستروم. بعد ما اجيب الناتج اضربه في 10 اس 10 هيطلع الرقم ده. كده الطول الموجي الحرج 5008 انجستروم، اما الطول الموجي للضوء الساقط 5000 انجستروم. كده الطول الموجي للضوء الساقط اقل من الطول الموجي الحرج، يبقى كده هتنبعث الكترونات لان الطول الموجي اقل من الطول الموجي الحرج. ازاي يا استاذ الطول الموجي اقل من الطول الموجي الحرج وتنبعث الكترونات؟ ما هو لو الطول الموجي للضوء الساقط اقل من الطول الموجي الحرج يبقى طاقه الفوتون اكبر من داله الشغل فتحرر الالكترونات. يبقى الاجابه الصح هي رقم ب. سؤال 7. إذا صنع قلب المحول الكهربي، إذا صنع قلب المحول الكهربي من قطعة حديد مصمتة، إيه اللي هيحصل؟ طبعا قطعة الحديد اللي هو قلب الحديد المطوع لازم يكون مقسم إلى شرائح رفيعة معزولة عن بعضها عشان تقلل التيارات الدوامية. ولما نقلل التيارات الدوامية يعني نقلل الفقد في الطاقة الكهربية على هيئة طاقة حرارية، وبالتالي نزود كفاءة المحول. يبقى احنا بنصنع القلب الحديدي لازم يكون من شرائح معزولة عن بعضها عشان نقلل التيارات الدواميه ونزود كفاءه المحول. طب احنا بقى لو جبناها من قطعه حديد مصمطه يبقى اكيد التيارات الدواميه هتزيد وهتفقد كميه كبيره جدا من الطاقه الكهربيه على هيئه طاقه حراريه، فكفاءه الجهاز هتقل. يبقى الاجابه تزداد التيارات الدواميه وتقل كفاءه الجهاز. السؤال اللي بعده، ثلاث مقاومات 10 و20 و30 تم توصيلها معا بمصدر كهربي، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي كل منها على الترتيب 50 و20 و30 أنهي شكل يوضح طريقة توصيل المقاومات؟ في الأسئلة اللي زي دي طبعا دي بتتكرر برضه في الأزهر كتير، إن لما يكون مديلي ثلاث آرات وثلاث فيهات أجيب ثلاث أيات. أجيب الأي واحد هيساوي في واحد على ار واحد هيساوي 50 على 10 هيطلع 5 أمبير. اي 2 هتساوي 20 على 20 تطلع 1 أمبير. اي 3 هتساوي 30 على 30 تطلع 1 امبير. هنبص بقى على التيارات هتلاقي ان اي 2 واي 3 تيارهم قد بعض، يبقى كده الاثنين توالي، يبقى ال 20 وال 30 دي توالي اهي، ادي ال 20 وادي ال 30 توالي عشان بيمر فيهم نفس التيار، وما ينفعوش توازي لان فرق الجهد مختلف بتاعهم. والثالثه معاهم على التوازي اللي هي كام؟ 10 بس بشرط ان فرق الجهد بتاع ال 10 بيساوي فرق جهدهم الاثنين. لو ركزت كده هتلاقي فرق جهد ال 10 50، فرق جهدهم الاثنين 50. يبقى الاجابه الصح هتبقى رقم د. طيب عايز القدره الكهربيه المستهلكه في المقاومه 10. طب عشان نجيب القدره الكهربيه المستهلكه في المقاومه 10 عايزين القدره المستهلكه في المقاومه 10 اوم. القدره المستهلكه في المقاومه 10 اوم ممكن نجيبها باكتر من طريقه. ممكن نجيبها في تربيع على ار، بس الفي بتاعت المقاومة 10. الفي بتاعت المقاومة 10 كام؟ 50 تربيع على 10 تطلع 250 واط. في طريقة تانية ان انا ممكن اجيب الباور بتاع القدرة برضو المفقودة في 10 باي تربيع في ار. طب الاي تربيع كام؟ الاي تربيع الاي بتاعت ال 10 اللي احنا جايبينها 5، يبقى 5 تربيع برضو في 10 تطلع برضو نفس الإجابة 250 واط. يبقى الإجابة الصح 250 واط. السؤال اللي بعده بيقول لي ثانيا من الدائرة الكهربية عايزين شدة التيارات اي 1 واي 2 وعايزين القدرة المستهلكة بالدائرة. طبعا المسألة دي بتتحل بكيرشوف. ليه؟ لأن في بطاريتين بيمر فيهم تيارين مختلفين. طيب كيرشوف عندي ثلاث مجاهيل يبقى استخدم ثلاث معادلات. هاجي عند النقطة ديت واشوف مين التيار اللي داخل، هتلاقي اي 1 داخل يبقى اي 1، ومين اللي خارج؟ اي 2 واي 3 يبقى ممكن نخليهم بالسالب، يبقى اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 بيساوي صفر. بعد كده بنشتغل على المسار الأول ده. هنعمل سهم البطارية رايح من السالب للموجب ونعمل اتجاه للمسار مثلا عكس عقارب الساعة أو مع البطارية. بنمسك أي واحد الأول، مين اللي هيمر فيه؟ أربعة، أربعة تمر فيها أي واحد، والسهم بتاع التيار وسهم المسار مع بعض يبقى موجب، يبقى 4 أي واحد. بعد كده أي اتنين، اتنين في أي اتنين يبقى موجب 2 أي اتنين،
موجب عشان السهم بتاع المسار وسهم التيار مع بعض. مفيش اي 3 في المسار ده، يبقى نخليها صفر. بعد كده الناحيه التانيه نخش على البطاريات، مفيش غير بطاريه واحده، السهم مع السهم يبقى موجب 12. بعد كده نخش على المسار اللي تحت، هنعمل سهم للبطاريه ونعمل المسار معاه. بعد كده نبص على اي واحد، هنا مفيش اي واحد يبقى صفر. اي 2 هتبقى السهم مع السهم يبقى موجب 2 اي 2. بعد كده هتلاقي ان اي 3 هتمر في المقاومه 3، يبقى 3 اي 3. بس لو ركزت هتلاقي التيارين عكس بعض، يبقى سالب، هيساوي البطاريه مع السهم يبقى موجب 12. هندخل دول على الآلة هيبقى مود، تكتب على الآلة مود 5 2، وتدخل المعاملات تطلع اي واحد بواحد باتنين، اي واحد تطلع باتنين ومية أربعة وخمسين، أو ممكن تقول بالتقريب 215. اي اتنين هتساوي 1.69 من 100 أمبير. اي تلاتة اي تلاتة بيساوي 64 من 100 أمبير. يبقى احنا كده جبنا الثلاث تيارات، يبقى اي واحد باتنين وخمستاشر من مية، 61 من 100، 64 من 100. طيب عايز القدرة المستنفذة بالدائرة الكهربية، ده سؤال جميل جدا بقى، عايز تركيز شوية. طب لو عايزين نحسب بقى القدرة المستنفذة، لازم نعرف إن في أي دائرة كهربية في حاجة اسمها قدرة ناتجة وفي قدرة مستهلكة، وعلى حسب قانون بقاء الطاقة لازم الاتنين يساووا بعض. طيب مين اللي بيستهلك قدرة؟ اللي بيستهلك قدرة المقاومات، لازم تستهلك كلها سواء خارجية أو داخلية، والبطارية اللي بيحصل لها شحن. أما اللي بينتج، البطارية اللي بيحصل لها تفريغ فقط. فلو جينا نبص بقى، المقاومة 4 دي هتستهلك، والاثنين هتستهلك، وثلاثة هتستهلك، والبطارية 2 فولت لأن التيار أي 3 داخل للموجب بتستهلك، يبقى كله بيستهلك ما عدا 12 فولت دي بتنتج. طب ليه 12 فولت دي بتنتج؟ لأن التيار خارج من الموجب. يبقى أنا بدل ما أجيب المستهلكة، لأن في موال بقى هجيب القدرة المستهلكة في 4 و2 و3 و2، أجيب القدرة الناتجة وهي هي القدرة المستهلكة. طب القدرة الناتجة من البطارية هتساوي في بي في اي واحد، الفي بي اللي فوق ديت اللي هي 12 في 2 و154 من 100، هتساوي 25 و83 من 100 واط. والقدرة الناتجة هي هي بتساوي القدرة المستهلكة، فأنت كده جبت القدرة الإيه؟ المستهلكة، وجبت القدرة الناتجة. القدرة الناتجة بتساوي القدرة المستهلكة. فلو عايز القدرة المستنفذة في الدايرة هيبقى هتساوي 25 و83 من 100 واط. وده كده يبقى السؤال الأول. خش بقى على السؤال الثاني، بيقول لي ظلل الإجابات الصحيحة، وظل الإجابة الصحيحة: لدينا إلكترون حر وبروتون يتحركان بنفس السرعة، فإن طول الموجة المصاحبة للإلكترون أكبر من البروتون، ولا طول الموجة المصاحبة للإلكترون أقل من البروتون، ولا بيساووا بعض، ولا البروتون أكبر كتلة من الإلكترون ولا يصاحب الموجة. طبعا أول ما نلاقي طول الموجة المصاحبة يبقى دي حاجة اسمها معادلة دي براوني، اللي هي بتقول لامدا بتساوي اتش على ام في. لامدا اسمه الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم، يبقى أي جسيم بيتحرك ليه طول موجة مصاحبة لحركته، يبقى الإجابة رقم دي غلط. طيب احنا لو طبقنا المعادلة ديت الاتش ثابت، وهو قال لي ان الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه، يبقى السرعه ثابته، يبقى اللامدا تتناسب عكسيا مع الام. معروف بقى من الكيمياء ان كتله البروتون اكبر من كتله الالكترون، يبقى اللامدا المصاحبه للبروتون اقل من اللامدا المصاحبه للالكترون، يبقى لامدا للالكترون اكبر. يبقى الاجابه الصح رقم ايه؟ الف. طول الموجة المصاحبة للإلكترون أكبر لأن كتلته أقل. السؤال اللي بعده بيقول لي شعاع ضوئي يؤثر على سطح ما بقوة دي اف 3 في 10 أس سالب 8 نيوتن،
فتكون قدرته كام واط؟ معروف إن القوة بتاعت الفوتونات بتساوي 2 باور على سي. طب أنا لو عايز الباور هضرب مقص كده، يبقى هتساوي اف في سي على الاتنين، يعني هتساوي 3 في 10 أس سالب 8 في 3 في 10 أس 8 على الاتنين. طبعا 10 أس سالب 8 تروح مع 10 أس 8، يبقى 9 على الاتنين فيها 4.5 واط. يبقى الإجابة الصح رقم ب. السؤال اللي بعده، إذا سقط شعاع ضوئي طول الموجي 6000 أنجستروم دي لمبة على سطح من الخرسين اللي طول الموجي الحرج 3000 أنجستروم، هل لن تنبعث إلكترونات ولا تنبعث بدون طاقة حركة، ولا تنبعث ولها طاقة حركة صغيرة، ولا تنبعث ولها طاقة حركة تساوي نصف طاقة الفوتونات الساقطة؟ احنا قلنا ان شرط انبعاث الالكترونات ان يكون الطول الموجي للضوء الساقط اقل من الطول الموجي الحرج. كده الطول الموجي اكبر من الطول الموجي الحرج، معناه ان الفوتون ده طاقته ضعيفه جدا اقل من داله الشغل، وبالحاله دي لن تنبعث الكترونات. يبقى شرط انبعاث الالكترونات ان يكون الطول الموجي اقل من الطول الموجي الحرج. هو كده اكبر من الطول الموجي الحرج، يبقى لن تنبعث الالكترونات. سؤال 4، دينامو تيار متردد يدور بمعدل F، فيكون عدد مرات وصول التيار للصفر بدءا من وضع الصفر الرادع العمودي خلال ثانية. عدد مرات وصول التيار للصفر بتساوي 2F زائد 1. لكن لو عايز عدد مرات وصول التيار للقيمة العظمى تبقى 2F بس. لو عايز عدد مرات انعكاس اتجاه التيار يبقى 2F ناقص 1. السؤال اللي بعده، دايود يعني وصلة ثنائية بتاخد الشكل ده، مقاومتها 20 أوم في الاتجاه الأمامي، وصلت بمصدر تيار متردد، قوته الدفعة العظمى الفي ماكس ب 10 فولت. عايز شيل التيار المار نهاية كل ربع. أول حاجة هنجيب التيار الكلي أو التيار العظمى، هيساوي في ماكس على المقاومة اللي هي طبعا مفيش هنا مقاومة، في ماكس على المقاومة بتاعة الدايود اللي هي 20، يعني هيساوي 10 على 20 فيها نص. هو الدايود متصل بالدينامو بس مفيش مقاومة، يبقى التيار قيمته العظمى كام؟ نص. احنا خدنا قبل كده لو الدايود وصله بدينامو بيبقى التيار المار تيار مكون نصف موجي. يبقى في اول دوره هتلاقي الرسم كده، اول نص هتلاقي فيه تيار، النص الثاني مش هيمر فيه تيار. ليه؟ لان في النص الاول بيبقى فيه توصيل امامي فيمر تيار، في النص الثاني هيبقى توصيل عكسي مش هيمر تيار عشان نعكس الاقطاب. يبقى في الحاله ديت التيار هيبقى هنا صفر، بعد ربع دوره هيبقى 5، بعد نصف دوره هيبقى صفر، بعد تلات ارباع دوره صفر، بعد دوره كامله صفر. احنا عايزين التيار بعد نهايه كل ربع دوره. بعد ربع دوره الاولى هيبقى 5، وبعد كده كله صفار. يبقى الاجابه الصح هيبقى معلش نص وبعد كده كله صفار. يبقى الاجابه نص امبير وبعد كده صفر صفر صفر. ليه اخترنا الاجابه الف؟ لان التيار بيحصل له تقويم نصف موجي، فبيمر في النصف الاول تيار لانه توصيل امامي، وفي النصف الثاني لا يمر تيار. يبقى بعد ربع دوره هيبقى التيار 5، بعد ربع كمان هيبقى صفر، وبعد كده صفر، وبعد كده صفر. تيار نص معلش. السؤال السادس بيقول لي الجلفانومتر مقاومة ملفه دي ار جي، والسيرب المجزئ يبقى دي ار اس. عايز شيل التيار التي يمكن قياسها. طبعا معروف ان الجلفانومتر عشان نحوله لاميتر بنوصل معاه مجزئ تيار. المجزئ ده بيكون اصغر من الجلفانومتر. الجلفانومتر مقاومته 4 اوم، مجزئ التيار قيمته 1 اوم. هو عايز التيار اللي هيكس او عايز التيار الكلي يعني. المفروض ان احنا عندنا الاي ديت او في قانون بيربط بينهم بيقول ايه؟ ار اس على ار اس زائد ار جي، ده من اسهل قوانين الاميتر، بتساوي اي جي على اي، وده قانون حساسية. ار اس بواحد على واحد زائد 4 هتساوي اي جي على اي. يبقى ده هيبقى 1/5، اعمل مقص، يبقى الاي هتساوي 5 اي جي. يبقى الإجابة الصح رقم ب. سؤال رقم 7،
تنعدم القوة الدفع الكهربية اللحظية في الدينامو عندما يكون الملف قوة الدفع الكهربية في الدينامو تنعدم عندما يكون الملف عمودي على المجال. طب ازاي الملف عمودي وتنعدم القوة الدفع الكهربية؟ لأن لو الملف عمودي احنا بناخد الزاوية مش بين الملف والمجال، بناخد الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. العمودي على الملف والمجال هتبقى الزاوية بصفر، يبقى القوة الدفع الكهربية بصفر، يبقى الإجابة عمودي على خطوط الفيل. السؤال اللي بعده بيقول أكمل الجدول التحقيق ثم احسب القيمة العشرية للخارج. طبعا دايرة نوت دي لازم نعرف إن هي بتعكس، ودايرة أند دي بتخرج واحد لما يكون كل واحد، أو كأني بضرب، كأني بعمل عملية ضرب. هندخل أول حاجة أول رقمين اللي هو صفر هنا واحد. الصفر هيتعكس يبقى واحد، هندخل أول رقمين ممكن نبدأ من الأول كده. أول حاجة هنا واحد وهنا صفر، الواحد يتعكس يبقى صفر، الصفر يتعكس يبقى واحد، نضربهم في بعض يطلع الناتج صفر، يبقى أول خانة صفر. بعد كده صفر وصفر، الصفر والصفر هيتعكسوا يبقى واحد وواحد، هنضربهم في بعض يطلع الناتج واحد. بعد كده صفر صفر وواحد، الصفر هيتعكس يبقى واحد، الواحد هيتعكس يبقى صفر، نضربهم في بعض يطلع صفر، يبقى ده الناتج اللي طلع. عايز بقى القيمة العشرية للخارج. القيمة العشرية يعني أحول ده من كود عشري من كود ثنائي لعشري. هضرب هنا في 2 صفر، وهضرب هنا في 2 أس واحد، وهنا في 2 أس 2. صفر في أي حاجة بصفر، صفر واحد في 2 أس واحد باتنين، صفر في أي حاجة بصفر، يبقى نجمعهم يطلع الناتج اتنين. الإجابة هي اتنين. السؤال اللي بعده بيقول ثانيا الشكل المقابل يوضح العلاقة بين مقاومة الموصل وطوله. إذا علمت أن مساحة مقطع السلك ال A بتساوي 2/10 في، طبعا هنحول من سنتيمتر مربع إلى متر مربع، بضرب في 10 أس سالب 4. عايز المقاومة النوعية. طبعا في الأسئلة زي ديت أول حاجة لازم أكتب القانون. إيه القانون اللي بيربط بين ال R وال L؟ إن R بتساوي رو E في L على A. طيب تاني حاجة بجيب الميل. الميل بجيبه إزاي؟ بقسم الصادات على السينات، يعني دلتا R على دلتا L. ودي بتساوي ايه من القانون؟ رو اي على ايه. لو قسمنا ار على ال كأني شلتها، يبقى رو اي على ايه. الميل بقى هيساوي ايه؟ طالما الخط بادئ من الصفر ينفع نقسم قيمه على قيمه، يعني 10 على 20، ونركز على الوحدات ان دي ودي متر، يبقى الوحدات مظبوطه. يبقى 10 على 20 هتساوي رو اي على ايه، والايه فوق اهي 2/10 في 10 أس سالب 4. وأعمل مقص بقى وأجيب الرو إي، تطلع 10 في 2/10 في 10 أس سالب 4 على 20، تطلع الإجابة 10 أس سالب 5 أوم في متر. طب أنهي في الإجابات بقى 10 في 10 أس سالب 5؟ اللي هي 10 في 10 أس سالب 6، لأن 10 في 10 أس سالب 6 اللي هي كأنها 10 أس 1 في 10 أس سالب 6، دي 10 أس سالب 5. طيب المطلوب الثاني عايز مقاومة سلك من نفس المادة ولا نفس المقطع بس طوله 10. احنا هنا طبعا العلاقة بين الار والال علاقة طردية، فممكن اقول ان ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد على ال اتنين. ار واحد ب10، ار اتنين انا عايزها، ال اللي قصاد ال10 ب20، ال اللي قصاد المقاومة اللي هو عايزها كام؟ 10. تاني ار واحد هاخد القيمة من هنا 10 وقصادها ال ب20، اهي ار واحد وال واحد 10 و20. طيب احنا عايزين بقى المقاومة اللي طولها 10، يبقى هنكتب هنا ال 2 ب 10 ونجيب ار 2، نعمل مقص تطلع ار 2 100 على 20 فيها 5 اوم، يبقى الإجابة الصح كام؟ 5 اوم. خش بقى على السؤال اللي بعده. كده ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لي ظلل الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات. أول حاجة في ليزر الهيليوم نيون تتم عملية الإصفارة باستخدام طبعا الطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية بتثير ذرات الهيليوم، وبعد كده ذرات الهيليوم تصطدم بالنيون فتنتقل الطاقة من الهيليوم نيون. السؤال اللي بعده نحصل على أكبر طول موجي في سلسلة ليمان أو مسلسلة ليمان.
اكبر طول موجي يعني اقل طاقه، واقل طاقه من المستوى اللي قبله على طول. ليمان يعني المستوى الاول. المستوى اللي قبله اللي هو كام؟ 2. يبقى الاجابه من 2 ل1. السؤال اللي بعده، يتوقف التردد الحرج في الخلية الكهروضوئية على التردد الحرج أو الطول الموجي الحرج أو دالة الشغل، تتوقف على نوع مادة السطح. يبقى الإجابة نوع مادة السطح. فرق الجهد المتردد يتقدم على التيار بزاوية باي على 2. فرق الجهد يتقدم على التيار بزاوية باي على 2 يعني زاوية 90. ده في حالة مرور التيار في دايرة ملف حس. لازم تفتكر الكلام ده في الفصل الرابع. لو دايرة فيها مقاومة بس المقاومة بس الفي والاي لهما نفس الطاقة، يعني زاوية التيار بصفر. في الملف بس، ملف ملوش مقاومة، ملف عديم المقاومة، يبقى الفي يسبق الاي. في المكثف الاي يسبق الفي. السؤال اللي بعده، عند توصيل الوصلة الثنائية بمصدر للتيار المتردد، لسه حلنا في السؤال ورا، يمر تيار في نصف الدورة الموجب، ويمر في يعني يمر التيار في التوصيل الامامي ولا يمر في التوصيل العكسي. يمر التيار في نصف الدوره الموجبه ويمر تيار في الدائره، طبعا. لا يمر في نصف الدوره السالبه وتسجيل التيار صفر، طبعا. لا تسمح الوصل الثنائي بمرور التيار نهائيا، لا كده غلط. يبقى الاجابه الصح الف وب معا. السؤال السادس، مقاومة 2 أوم تتصل بمقاومة آخر 2000 أوم على التوالي. الاثنين متصلين على التوالي. فإذا كانت شيء التيار في الأولى في المقاومة 2 هي 1 أمبير، لازم شيء التيار في المقاومة 2000 برضه 1 أمبير، لأنهم توالي. في التوالي التيار ثابت. طب فين هنا 1 أمبير؟ مفيش أمبير، يبقى دي ما تنفعش عشان ديت 1 في 10 أس 3 ولا دي، يبقى ولا دي كمان. يبقى الإجابة هي دي. ليه بقى؟ لأن الواحد أمبير عشان أحوله للملي أمبير بضرب في 10 أس 3 اللي هو 1000 يعني. يعني الواحد أمبير هيساوي 1000 ملي أمبير. يبقى الإجابة الصح رقم ج. السؤال السابع بيقول لي في الأميتر تكون النسبة بين شدة التيار المار في المجزء اللي هو اي اس على التيار الكلي اللي هو اي. معروف ان الاي والار علاقة عكسية، لأن في الأميتر فرق الجهد ثابت. الأميتر اللي هو مقاومتين على التوازي ار جي وار اس اهو، طالما على التوازي يبقى فرق الجهد ثابت. فطالما فرق الجهد ثابت في الدايرة، يبقى لو قسمنا اي اس على اي يبقى هنعكس الار، يبقى هتساوي ار داش على ار اس. يبقى اي اس على اي، الار داش دول مقاومتين توازي، فيبقى المحصله بتاعتهم حاصل ضربهم ار جي في ار اس على حاصل جمعهم. كل ده مقسوم على ار اس. طبعا كده الار اس اللي فوق هتروح مع الار اس اللي تحت، يبقى ار جي على ار جي زائد ار اس. يبقى الاجابه الصح هي الف. يقول لي في الشكل محول رافع للجهد، عايزين المكون رقم واحد. طبعا واحد متصل بالجهاز او المقاومه دي، يبقى ده كده اسمه ملف ثانوي. المتصل بالدينامو او المصدر يبقى ده اسمه ملف ابتدائي. وده سؤال عبيط جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي في الدائره الموضحه بالشكل عايزين قيمه المعوقه الكليه. طب المعوقه دي بنرمز لها ايه؟ بالرمز ايه؟ زد. والزد دي بتساوي ايه؟ بتساوي كذا حاجه. ينفع اقول بتساوي في كلي على اي كلي، وينفع اقول الزد طبعا في الدايره دي بتساوي جذر ار تربيع زائد افتح قوس اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع. طب احنا لو بصينا كده نبص على المعطيات هتلاقيه مدينا اكس ال ب 100، الفي ب 200، الفي سي ب 40، الفي ار ب 120. طبعا لو جينا نبص ما اقدرش اعوض في القانون اللي تحت ده لان ما عنديش الار ولا عندي الاكس سي، طيب ولا القانون اللي فوق لان معيش الاي. فانا بقى بص هنجيب ايه؟ عندي هنا في وعندي في وعندي في، ممكن اجيب الفي على ال. ممكن اقول ايه؟ ان في كلي بتساوي جذر في ار تربيع زائد في ال ناقص في سي الكل تربيع. طب الفي كلها بكام؟ ب 200 تساوي جذر في ار تربيع اللي هي 120 تربيع زائد في ال اللي احنا عايزينها مش معانا ناقص في سي اللي هي 40 الكل تربيع. ومن هنا هنجيب الفي ال، تطلع الفي ال ب 200 فولت. طب انا استفدت ايه لما جبت الفي ال؟
في ال يعني فرق الجهد هنا 200 فولت. ممكن اقسم في ال على اكس ال يديني التيار اللي هنا، والتيار اللي هنا على فكره هو التيار الكلي لانهم توالي. يعني التيار الكلي ممكن اقول بيساوي ايه؟ في ال على اكس ال. في ال اللي هي 200 على 100 تطلع 2 امبير، وده طبعا القيمه الفعاله للتيار. عايزين بقى المعوقه نرجع للقانون الاولاني خالص، زد بتساوي في كلي على اي كلي. الفي كلي اللي هو فرق جهد الدينامو اللي هو كام؟ 200 على 2، يطلع الناتج 100 اوم. يبقى دي المعوقه. رقم 2، عايزين القدره المفقوده في هذه الدائره. طبعا القدره بتفقد في المقاومه. طب القدره المفقوده في المقاومه فقط، لان الملف بيخزن الطاقة على شكل مجال مغناطيسي، والمكثف بيخزنه على شكل مجال كهربي. مفيش قدرة مفقودة في المكثف ولا في الملف. القدرة بتفقد في المقاومة فقط. ممكن أجيبها عن طريق القانون في تربيع على ار. لو جينا نشوف معانا بس الفي دي في ار طبعا، في للمقاومة فقط. معانا في ار بس معناش الار. طب ما أنا ممكن أجيبها عن طريق القانون في اي. في ار في الاي بتاعت الار. الفي ار ب 120. الاي بتاعت الار هي الاي الكل اللي هي 2. يبقى يطلع الإجابة 240 واط. السؤال الثالث تكملة للسؤال، عايزين زاوية الطور بين الجهد والتيار. طبعا دي دايرة بتمثل ار ال سي. زاوية الطور بقى بتساوي ايه؟ زاوية الطور اللي هي تان سيتا. ينفع نجيبها من القانون ده في ال ناقص في سي على في ار. لو تفتكر كده في ال جبناها بكام؟ في ال جبناها ب 200 اهي فوق. في ال ب 200 وفي ار ب 120 وفي سي ب 40. يبقى 200 ناقص 40 على 120 على في ار. يطلع ناتج هنعمل له شيفت تان، تطلع الزاويه ب 53 و 13 من 100. دي الزاويه. بعد ما اجيب الناتج بعمل له شيفت تان. 200 ناقص 140 يبقى 160 على 120. هعمل شيفت تان الناتج ده تطلع الزاويه 53 و13 من 100 درجه. بعد كده السؤال الرابع بيقول ظلل الإجابة الصحيحة النسبة بين طاقة الفوتون إلى سرعته. طبعا طاقة الفوتون بنرمز لها بالرمز E على السرعة اللي هي C. الإي دي بتتفك إلى اتش نيو على سي. ده بيدينا حاجة اسمها كمية تحرك الفوتون. ولازم نفرق بين حاجتين، لو عايز كمية تحرك بتساوي اتش نيو على سي. أما كتلة الفوتون لو في مسألة تانية يعني كتلة الفوتون نفس المقدار بس اتش نيو على سي تربيع. يبقى اتش نيو على سي كمية تحرك، أما اتش نيو على سي تربيع دي الإيه؟ الكتلة. السؤال اللي بعده بيقول لي في الدائرة الكهربية المقابلة عايزين قيمة المقاومة R. طبعا عشان نجيب قيمة المقاومة R لازم نفكر إن فرق جهد البطارية ده بيتوزع على المقاومات. ففرق جهد الحتة دي هنضرب 5 في 1 أي في R هيدينا 5 فولت. وطبعا معنى إن فرق الجهد فوق 5 فولت يبقى تحت 5 فولت الاتنين مع بعض 5. طيب البطارية 20 خدنا منها 5 يبقى أكيد فرق الجهد هنا الباقي. 20 ناقص 5 يبقى 15. اقدر اجيب الاي بقى، هقسم فرق جهد المقاومه على المقاومه نفسها. فرق الجهد يعني الحته دي بس، يعني هقسم 15 على 10 يطلع التيار الكلي 1.5 امبير. يبقى التيار الكلي اللي ماشي في الدايره 1.5 امبير. خش هنا اتجزأ واحد فوق يبقى تحت نص امبير. طيب احنا عايزين ار. الار اللي احنا عايزينها ديت هتساوي فرق الجهد بتاع التوازي على الار اللي تحت، على معلش الاي اللي تحت. عايزين ار. الفي توازي 5. الاي اللي تحت بنص يبقى 5 على نص تطلع الإجابة 10 أم. السؤال رقم 3، في الدينامو عند استبدال حلقتي الانزلاق باسطوانة مشقوقة إلى نصفين فإن التيار. طبعا الدينامو بيبقى ده تركيبه. لو أنا استبدلت الحلقتين باسطوانة مشقوقة إلى نصفين
ده كده اسمه مقاوم التيار، من اسمه كده وظيفته بيقوم التيار، يعني بيخليه موحد الاتجاه ولكن متغير الشدة. يبقى الإجابة الصح هيبقى التيار موحد الاتجاه ومتغير الشدة. لكن لو عايز أخليه تيار موحد الاتجاه وثابت الشدة بستخدم عدة ملفات بينها زوايا صغيرة متساوية، وبنقسم الاسطوانة دي لعدد من الشقوق بيساويها في عدد الملفات. السؤال 4 بيقول سلكان مستقيمان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربي ولا توجد نقطة تعادل، ولا توجد نقطة تنعدم عندها كثافة الفيض. تنعدم نقطة التعادل إذا كان التيارين في عكس الاتجاه ومتساويين. يبقى مفيش نقطة هتبقى عندها كثافة الفيض الأول بتساوي كثافة الفيض التاني، دي الحالة الوحيدة اللي تنعدم فيها نقطة التعادل. لو التيارين في عكس الاتجاه ومتساويان في الشدة، يبقى الإجابة الصح التيارين متساويان في الشدة ومتضادان في الاتجاه. أما لو التياران في نفس الاتجاه ولهما نفس الشدة يبقى نقطة التعادل تقع في المنتصف. سؤال رقم 5 بيقول متسلسلة الطيف الخطي لذرة الهيدروجين التي تقع في أقصى منطقة تحت الحمراء. أقصى يعني أقل طاقة للأشعة تحت الحمراء، يعني أكبر طول موجي. طبعا الإجابة هتبقى متسلسلة فولت. السؤال السادس بيقول لي كتلة الفوتون المتحرك تقدر بالعلاقة. طبعا لسه شارحين ورا ان كتلة الفوتون بتساوي اتش نيو على سي تربيع. اما لو اتش نيو على سي دي كمية تحرك، اتش على لامدا برضو كمية تحرك، اتش سي على لامدا يعني اتش في نيو دي طاقة الفوتون. يبقى ديت كمية تحرك لو احنا عايزينها يعني، ودي برضو كمية التحرك، وديت طاقة الفوتون. لكن احنا عايزين كتلة الفوتون يبقى اتش نيو على سي تربيع. في المحول الخافض للجهد، طبعا المحول الخافض للجهد بيبقى رافع للتيار، من اسمه كده خافض للجهد، يعني في بي اكبر من في اس. التيار العكس هيبقى اي بي اقل من اي اس، يعني اي اس اكبر. يبقى الاجابه الصح ب الف قصدي. السؤال السابع الف الاجابه. السؤال رقم ب بيقول لك الشكل التالي يوضح انبوبه اشعه الكاسود اللي هي سي ار تي اللي بتصنع في التلفزيون او الكمبيوتر. فكره عمل الجهاز. فكره عمل الجهاز حاجه اسمها التاثير الكهروحراري. يعني ايه التأثير الكهروحراري؟ يعني عند تسخين المعدن تنبعث منه الإلكترونات. وظيفة المكون واحد، طبعا المكون واحد دي شاشة فلوروسية. ايه وظيفة الشاشة الفلوروسية؟ الإجابة بتحدث وميض عند اصطدام الإلكترونات بها. وظيفة المكون اتنين دي ألواح إكس وألواح واي، دي عبارة عن مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية. وظيفتها توجيه حزمة الإلكترونات بحيث تمسح الشاشة نقطة بنقطة وتكتمل الصورة. يعني وظيفتها إن هي بتعمل انحراف للإلكترونات بحيث تسقط على الشاشة كلها وتكتمل الصورة. السؤال اللي بعده بيقول لي جلفانومتر مقاومة ملفه 250 أوم اسمها ار جي، ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عند مرور تيار شدته، يبقى ده اي جي. بس دي فيها غلطة، المفروض دي تكون مايكرو، مش مظبوطة يعني. يتصل بعمود كهربي قوته الدفعة، يبقى ده في بي. ومقاومة ثابتة ار سي. ومقاومة متغيرة، عايز قيمة المقاومة المأخوذة من المقاومة المتغيرة، عايز ار في لتحويل الجلفانومتر إلى أوميتر. أول حاجة عشان نحول الجلفانومتر إلى أوميتر لازم أعوض في قانون أم الدائرة المغلقة اللي هو أي جي بتساوي في بي على ار داش، وار داش دي اسمها مقاومة الأوميتر الكلية. الاي جي ب 400 في 10 أس سالب 6. الفي بي بواحد ونص على
الار داش اللي احنا عايزينها. تطلع الار داش 3750. الار داش دي بقى تمثل ايه؟ تمثل ار جي زائد ار سي زائد ار في. الجزء اللي احنا خدناه من الريستات. الار داش 3750، الار جي 250، الار سي 3000، الار في هتساوي الباقي. تطلع الار في ب 500 اوم. المطلوب الثاني، عايز قيمة المقاومة التي إذا وصلت بطرفي الأوميتر تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع التدريج. هنا الاي هيساوي ربع الاي جي. طب ما هي الاي جي 400، ربع 400 يبقى 100. يبقى 100 بس دي 100 مايكرو، يعني 100 في 10 أس سالب 6. طيب هنعرف بقى في القانون إن الاي نفسها بتساوي في اي بي على ار داش زائد ار اكس. هو عايز ار اكس. الاي ب 100 في 10 أس سالب 6 هتساوي في بي اللي هي 1.5 على الار داش اللي هي 3750 زائد الار اكس اللي احنا عايزينها. ونجيب الار اكس تطلع 11250. طبعا دي خطوات الحل. لو السؤال جاي لي اختر، ممكن طالما الاي بتساوي ربع اي جي، عشان اجيب الار اكس هنقلب وننقص واحد. يعني نقلب الربع يبقى 4 ناقص 1 يبقى 3 ار داش. طب ما هي الار داش اصلا 3750، نضربها في 3 تدينا نفس الرقم. بس طبعا الخطوات ديت بعملها، او الصح اكتب الخطوات لان ده مساله مقالي. اما لو مساله اختر ممكن اجيبها كده على طول. ان طالما الاي بيساوي ربع اي جي يبقى الار اكس بيساوي 3 ار داش. يبقى اضرب الار عشان اجيب الار اكس اضرب 3 في 3750. السؤال اللي بعده بيقول لي عند رفع درجة حرارة شبه الموصل النقي. طبعا شبه الموصل النقي من طرق زيادة توصيلته زي السيليكون إن أنا أرفع درجة حرارته أو أطعمه. طب رفع درجة الحرارة ده بيعمل على إيه؟ بيعمل على زيادة تركيز الإلكترونات وزيادة تركيز الفجوات، وبالتالي تزداد التوصيلية. يبقى الإجابة الصح تزداد تركيز الإلكترونات الحرة لا وتزداد التوصيلية. يبقى الإجابة الصح، الإجابة الصح رقم ج. يزداد تركيز الإلكترونات وتزداد التوصيلية. السؤال اللي بعده، في أنبوبة كوريتش يتوقف الطول الموجي للطيف المميز. الطول الموجي للطيف المميز أو الخط يتوقف على نوع مادة الهدف، أما اللي بيتوقف على فرق الجهد هو الطول الموجي للطيف المستمر. السؤال الثالث بيقول أشعة الليزر تحتفظ بشدة ثابتة لمسافات طويلة، وهذا يعني أنها لا تخضع لقانون التربيع العكسي اللي هو بيقول كلما زادت المسافة قلت شدة الضوء. بس شدة الضوء تتناسب عكسيا مع مربع المسافة، والقانون ده بينطبق على الضوء العادي. لو أنا عندي مصدر عادي كده والمسافة دي فالشدة بتاعت الضوء اي. طب لو المسافة زادت الضعف الشدة هتبقى اي على الأربعة، هتقل الربع. طب لو زادت 3 أمثال يبقى الشدة هتبقى اي على التسعة. ده في الضوء العادي. أما في الليزر الشدة ثابتة لأنه لا يخضع لقانون التربيع العكسي. يستمر دوران ملف الموتور متخيطيا الوضع العمودي. في الوضع العمودي أصلا مفيش عزم ازدواج لأن التيار بيبقى صفر، لأن المحرك بيبقى ده شكل. لما يكون الملف بتاع المحرك موازي بيكون عزم الازدواج قيمة عظمى وبيمر تيار في الملف. أما لما يكون الملف عمودي بيكون الحلقتين دول مش لامسين الفرشتين، فأصلا مش هيمر تيار، وبالتالي يعني بيبقى رسم كده مش هيمر تيار.
وبالتالي المفروض الملف يقف، ولكن بيستمر في الدوران من الوضع العمودي بسبب الكسور الذاتي. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لي في رقم 5، في الشكل المقابل عايزين نحدد اتجاه حركة السلك. طبعا حركة السلك بنستخدم قاعدة فليمنج لليد اليسرى. بنخلي السبابة مع المجال اللي هي ناحية البي كده، السبابة مع الإيد الشمال ناحية البي، والوسطى لأسفل، يبقى هتلاقي الإبهام ناحية الخارج، يبقى الإجابة خارج الصفحة. فكرة عمل الجلفانومتر هي نفس فكرة عمل المحرك الكهربي اللي هي عزم الازدواج. السؤال السابع، القوة الدفع الكهربية للعمود بتساوي فرق الجهد. المفروض إن القوة الدفع الكهربية للعمود بتساوي أو الفي بتساوي في بي ناقص أي آر، ده بين طرفي العمود. طب إمتى الفي تساوي الفي بي؟ لو الأي بصفر أو الآر بصفر. فبقول لي هل نقص المقاومة الخارجية ولا زيادة المقاومة الخارجية ولا فتح الدائرة؟ طبعا فتح الدائرة. السؤال اللي بعده، إذا تعرض إلكترون لفرق جهد، يبقى ده فرق الجهد اللي هو فيه، احسب الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون، ومديني شحنة الإلكترون اللي هي إي وكتلته اللي هي إم إي، ومديني ثابت بالهك. طبعا أول ما أقول احسب الطول الموجي المصاحب للإلكترون يبقى دي معادلة دي براون، اللي هي لامدا بتساوي اتش على ام اي في في، وفي هنا السرعة. طب هو مش مديني السرعة، مديني الجهد. في قانون بيربط بين السرعة والجهد اللي هو اي في بتساوي نص ام اي في تربيع، حيث في دي السرعة. وممكن نجيب السرعة من هنا بتساوي جذر 2 اي في على ام اي. يبقى انا ممكن اشيل السرعة واحط بدلها الجهد عن طريق القانون ده. يبقى لامدا هتساوي اتش على ام اي في جذر، بدل في بقى هتبقى 2 اي في على ام اي. ولو مش عايز اكتب الام اي مرتين هدخل الام اي دي جوه، هتبقى ام اي تربيع، ودي اتشالت خلاص. فالتربيع ده هيروح مع ده، يبقى ده القانون في النهاية. والقانون ده لازم نعرفه عشان جت أسئلة عليه كتير جدا بس في امتحانات الثانوية العامة، اللي هو لامدا بتساوي اتش على 2 اي في على في ام اي. ممكن اعوض بقى خطوة واحدة، الاتش ب 6625 في 10 أس سالب 34 جذر 2 في 1.6 في 10 أس سالب 19 في فرق الجهد اللي هو 2000 في ام اي اللي هي 9 في 10 أس سالب 31. يطلع الناتج 2.74 في 10 أس سالب 11 متر. السؤال اللي بعده بيقول الجدول التالي وضح العلاقة بين القوة الدفع المستحثة في سلك طوله يبقى ده ال يتحرك عمودي يعني السيتا ب 90 في مجال مغناطيسي وسرعته v. طبعا القوة الدفع الكهربية في السلك بتساوي بلف ساين سيتا. طالما سيتا ب 90 يبقى تشال، يبقى القانون اللي هنشتغل عليه اي ام اف بيساوي بي ال في. بيقول لي ارسم علاقة بين الاي ام اف بالفولت على المحور الرأسي والفي على المحور الأفقي، ومن الرسم أوجد قيمة كثافة الفيض. طيب لو بصينا على الارقام هتلاقيه ماشي 2 2 من 10 4 من 10 6 من 10 8 من 10 1. يبقى ده هنرسم خط كده، هنرسم خط يمثل محور السينات، وخط تاني يمثل محور الصادات. هنا ال EMF بالفولت، وهنا السرعة بالمتر لكل ثانية. طبعا لو رجعنا كده للرسمة، احنا بنختار مقياس الرسم على أي أساس. لو بصينا بنطرح دول من بعض، 2 من 10 او 4 من 10 2 من 10 2 2 من 10 6 من 10 4 من 10 2 من 10، يبقى كل مره نمشي 2 من 10. يبقى نمشي كده هنا صفر، بعد كده 2 من 10 4 من 10 هي الأرقام مش باين قوي
2/10، 4/10، هنا تقريبا 6/10، هنا 8/10، هنا 1. ماشي. هنبص بقى على الخطوط التانية اللي هي يعني محور السينات، هنلاقي نص، واحد، واحد ونص، يبقى كل مرة يمشي ايه؟ نص. يبقى لو مشينا كده هتبقى هنا نص، واحد، واحد ونص، اتنين، اتنين ونص، وهكذا. هو ماشي بالترتيب، النص مع 2/10، الواحد مع 4/10، واحد ونص مع 6/10، اتنين مع 8/10، اتنين ونص مع واحد. هنوصل دول كلهم بخط مستقيم، طبعا بالمسطرة. بعد كده ده الرسم البياني. بعد كده عايز ايه هو في الرسم البياني؟ عايز قيمة كثافة الفيض. طبعا بنجيب كثافة الفيض ازاي؟ بنجيب الميل، والميل بيساوي دلتا اي ام اف على دلتا في. وكنا لسه قايلين ان اي ام اف بتساوي بي ال في. لما نقسم اي ام اف على بي بقى بي ال. هنجيب الميل، بنعمل مثلث، ونجيب حاجة اسمها فرق الصاد على فرق السينات. النقطة دي قصاد واحد، دي قصاد الرقم ده، ودي 8/10. يبقى نقول واحد ناقص 8/10 على النقطة دي 2.5، وديت 2، يبقى على 2.5 ناقص 2. وينفع نقسم قيمة على قيمة، عشان لو مدينا ده على السكنت هيبدأ من نقطة الأصل. واحد ناقص 8/10 ب2/10، 2.5 ناقص 2 بنص، يطلع الميل ب4/10. الناتج ده بقى، الناتج يا ترى ده 4/10 هنساويه بي في ال. والال اصلا مديها لنا فوق، لو رجعنا كده للمساله هتلاقي ال مديها لنا بواحد. يبقى البي في واحد ب4/10، يبقى البي في النهايه بتساوي 4/10 تسلا. يبقى ده كده حل المساله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.